الإسلام الحكم فيه، أسلوب الحكم فيه هو الشورى، فإن الله قال وأمرهم شورى بينهم، وقال وشاورهم في الأمر، وليس فيه استبداد ولا إكراه ولا أذى لأحد. وهذه الشورى لم يحدد الله آلة تطبيقها في كتابه، ولم يحددها رسوله صلى الله عليه وسلم، ووسيلة تطبيقها اجتهادية، وقد اجتهد الصحابة رضوان الله عليهم في تطبيقها فنجحوا، لكن ظروفهم ووسائلهم ليست لدينا. ليس لدينا طائفة محصورة نشهد أن الله قد أحل عليها رضوانه الذي لا سخط بعده وأنها من أهل الجنة. ليس لدينا شخص واحد من أهل بدر ولا شخص واحد من أهل بيعة الرضوان. ليس لدينا واحد من العشرة المبشرين بالجنة. ليس لدينا شخص مثل عبد الرحمن بن عوف الذي ترضى به الأمة جميعا حكما. فإذا ما وسيلتنا الآن لتحقيق الشورى؟ ليس لدينا غضاضة من أن نستورد أي وسيلة لم يرد النهي عنها. فلذلك وجدنا أن الغربيين سبقونا إلى التداول السلمي على السلطة ورقابة الحاكم واختيار الممثلين عن الشعب في أملاك في تصرفه في الملك العام على أسلوب مدني حضاري لم يرد فيه أي نهي، لم يرد عنه أي نهي شرعي ولا يصادم أي حكم شرعي، فليس لدينا أي غضاضة من استراده. إذا سميته ديمقراطية فلا حرج، لأنه لا مشاحة في الاصطلاح، وإذا سميته شورى فلا حرج، هذا الاسم الشرعي في الأصل، لكن لا بد أن ندرك أنه على مقامين ومستويين. المقام الأول ما يتعلق بالنيابة عن الناس في تصرفه بأملاكهم. لا يمكن أن نجتمع جميعا سكان تونس جميعا فنتفق جميعا في التصرف في مالنا المشترك، ثروات البلد المشتركة، فكيف نصنع؟ لا بد أن نختار من يمثلنا في ذلك فيكون وكيلا عنا، وهؤلاء هم الذين يسمون في الشرع بالعرفاء. وقد ثبت في سنن أبي داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم الناس إلا بعرفاء، والعرافة حق. هذا حق لا بد منه. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من غزوة أوطاس أخر الحسم في غنائم هوازن ينتظرهم، حتى إذا جاءوه خيرهم بين السبي والغنائم، فاختاروا السبي، فقال: ما كان لي ولبني هاشم فهو لكم، وما كان للناس فيهملوني حتى أسألهم. فسأل الناس وعرض عليهم أن يردوا إلى إخوانهم السبي، فمن صفت نفسه بذلك ورضي به فبها ونعمت، ويجره على الله. ومن لم يرضى فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيقضيه من أول ما يفيء الله عليه. فكثر عليه اللغط، فلم يعرف من رضي منهم من لم يرضى، فقال: أخرجوا إلي عرفاءكم. والحديث في صحيح البخاري. هذا المستوى الأول، وهو مستوى النواب. والنواب الذين ينوبون عن الناس ليس لهم الحق في تحليل الحرام ولا في تحريم الحلال، إنما لهم الحق في الصفقات باسم الشعب، في الموافقة على هذه الصفقة، في الموافقة على هذه العقوبة، في الموافقة على تحديد الرواتب، في الموافقة على رقابة عمل الحكومة، في الأنظمة الدنيوية التي يتعامل الناس بها. ولذلك يمكن أن تسمى هذه السلطة تشريعية من هذا الوجه. أما المستوى الثاني فهو الحاكم، فاختيار الحاكم كذلك لا بد أن يختاره الناس، ولا بد أن يختاروا الأصلح والأرشد. فلذلك يختار الناس من يحكمهم من غير إكراه، ويحددون له مدة، لأن الذي يختاره أهل تونس حاكما لهم ليس معنى ذلك أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو وال على هذا المصر فقط لمدة محددة على عقد بينه وبين الشعب، هو أجير لدى الشعب لمدة محددة، إذا خالف هذا العقد فقد نقض ذلك، وليس له بيعة بمعناها الشرعي. فهذه مصالح شرعية لا بد منها. والذي يستنكر هذا ويقول هذا هو الديمقراطية وهو عمل الكفار وهو قل نعم، هذا هو الشورى التي أمر الله بها، وليس لنا وسيلة لتحقيقها إلا هذا، ولا يمكن حينئذ أن يخالف فيها أحد، لأن الشورى ثبتت بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر لها علي بن أبي طالب رضي الله عنه 10 فوائد.